السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحة وعافية. اليوم جبت لكم وصفة الفريكاسي التونسي، ولا احنا نقولوا له بيني سالي. يجوا بنان خفاف فارغين مهويين من الداخل، وزيد عليها كامل ما يرفدوش الزيت، تجي فيهم برك بنة القليان. بصح الزيت كاع ما تحسيش باللي مزيتين ولا رافدين الزيت، يجوا هايلين هايلين هايلين، وانا عارفه بلي كاع راح يعجبوهم. نتكلوا على ربي ونقولوا بسم الله. عندنا نبداو بالبطاطا، نغلو البطاطا هي الاولى. شوفوا هو اصله البطاطا والطون، هذا هو اصلها. نغلو البطاطا، درت لها الملح ودرت لها ذوك وريقات تاع الرند باه يعطروها برك. ونروحوا للعجينه. العجينه عندي نص كاس حليب ونص كاس تاع الماء، يكونوا دافيين، هذه باينه. ونزيدوا معاهم زوج مغارف تاع زيت، زوج ملاعق اكل زيت هكذا. ونزيدوا معاها ها هي نص مغرف تاع سكر، ومغرفه تاع خميره تاع الخبز، وحبة بيض هكذا. ونزيدوا لها هذه مغرفة تاع قهوة، خميرة تاع الكاطو. ونخلطوهم مليح 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 حتى يتجانسوا هكذا. ومن بعد نجيبوا الفرينة تاعنا واش سموه الملح. هنا بعد ما خلطناهم مليح مليح تجانسوا في بعضهم البعض، انا نزيد ما درت لهاش الملح، نديروا لها الملح. وشنو غلبي الملح على السكر، يعني هذيك درنا نص مغرفه غير شويه. شوفي السكر ما تكفريش، السكر الا كثرتي فيها كي تولي تقليب بالخف تحمر لك من برا ويبقى لك من الداخل ماشي طايب. على هذيك السكر ما تكثريش برك باه تتفاعل لنا الخميره. ونبداو نزيدو في الفرينه هكذا بشويه حتى العجينه تتلايم بصح تبقى تتلاصق. هذيك الخفافه والهشاشه تجي كي تكون العجينه متلاصقه هكذا. نقي يدك، روحي غسليها وديري لها شويه زيت باش نلايمو برك هذيك العجينه هكذا. ها برك نلايموها ونغلقوا عليها ونخلوها تخمر. شوفي ما تخليهاش اقل من 40 دقيقة، ساعة غير 20. يعني اذا خليها ساعة يعني خير وبركة هكذا. عاوني روحك بالفارينة لخاطر قلنا العجينة تتلاصق بهذا الطريقة. ونجيبو عجينتنا باش نقسموها هكذا. عاوني زيدي ثان من الفوق الفارينة باش ما تلصقلكش. قلت لك راهي عجينه طريه خفيفه ما نحكيلكش هكذا. ونبداو نقطعو فيها. شوفوا الا حبيتي تحليها وتطبعي هذيك حاجه تخصك، ولا حبيتي ديري بطريقتي يكون احسن. علاه كي تطبعي وديك العجينه تبداي تحليها وعاودي ليميها، حليها عاودي ليميها شويه مش حتعطيك نتيجه مليحه هذيك المعاوده. بصح بهذه الطريقه ما راك حتعاودي والو. بهكا نعاونوا بالفرينه نليموهم ونديروهم على شكل بيضاوي، نحلوها على شكل بيضاوي. الفريكاسي يجي هذا هو شكله، ما يجيش مدور هكذا. حليها ما ديريها رقيقه بزاف وما ديريهاش خشينه، الا رققتيها بزاف تولي غير قشره من الفوق وقشره من التحت، وخشينه راح تقعد لك معجنه. بهذا الشكل عاوني بالفرينه ومن بعد مسحيها حتى تكمل العجينه كامل اللي عندك هكذا. ها شوفوا الشكل بيضاوي. ولا طبعتيها بعد ما تخمر كي تكوني رايحه تقليها كسليها هكا شويه تولي لك بيضاويه الشكل وقليها. سهله مهله هكذا. ها شوفي هكذا.
نديروها من الاحسن ديريها هكذا على منديل ولا ديريها على سربيته كيما هكذا ما تلصقلكش على السنيوه باه ما تلصقش. الا لصقت لك ورفتيها تعرفي بلي يخرج لها الخمار وما حديري حتى حاجه. هكذا ونحطوها نسخنوا الزيت ومن بعد نقصوا لها خليها طيب على نار متوسطه باش ما تنحرقش. هكذا شوفي بالخف تتخمر بالخف تنتفخ. غير دوري قلبيها شو محمرة شابة طايبة فارغة ويجوا بزاف بنان هذو الفريكاسي. تبغي ترافقيهم بشوربة تبغي تاكليهم هكذاك. انا درتهم معشا يعني واقتصادية حاجة بنينة واقتصادية. شوف ها من بعد ما طابوا شوفوا ما هم رافدين زيت منفخين. شوف نوري لك في يدي حتى البابي هذاك اللي راني حاطه عليه ما فيهش كاع الزيت. هاني نوري لك ماشي كاع طرا فيه لا زيت لا والو. شوفوا كيفاش يجوا طيبوا محمرين الله والباقي راهم يطيبوا. نجو للحشوه تاعنا. هاي البطاطا بعد ما طابت غليت معاها البيض. عندي زيتون الكحل مقطعاته عندي الطون والمعدنوس خلطي كلش. بغيتي ديري هذو راهم اختياريين كما الزيتون والمعدنوس يزيد لها بنه يعني ما كاع حتى حاجه اختياريه. هي اساس الوصفه البطاطا والطون ومعها البيض. يعني درت لكم غير الحاجات الاساسيه اللي فيها يعني الوصفه التقليديه تاعهم. الزيتون برك تحبي الاخضر ولا تحبي هذا الكحل ولا للزوج. هكذا وشويه ملح على جال البيض والبطاطا ما يجوش سامطين وخلطيهم مليح هكذا. والبطاطا ما تخليهاش هكذاك فلايق كبار هكذا. ونبداو نفتحوه في الحبات تاعنا. شوفي الداخل كيفاش دايره. شوفي فارغه مقطنه وفارغه وكاع الحبات هكذا. ونبداو نعمرو فيها. هذا مكان قلت لك سهله ماهله هكذا. وعمريهم هكذا زي ما تفتحيهمش بزاف باه ما يتخرج لكش الحشوه تاعهم. نفس الشيء شوفي هكذا. وعمري حتى تكملي كامل الكميه اللي راهي عندك هكذا. اسهل من هكا مكاش. ها هم وين بعد ما عمرتهم. شوف عاد كانت كاينه قطعت لي كميه شويه كبيره قسمتها. ها هم وين بعد ما وجدوا. تحبي تزيدي تزينيهم بالطوم الفوق بالزيتون كيما تحبي راح يعطوك واحد النتيجه هايله وبزاف بنينه. شوفوا نقسمها لكم راح تشوفوا باللي صح خفيفه الداخل. شوف العجينه ما راهي معجنه ما راهي والو وتجي هايله بنينه. ما تحقروهاش باللي بالبطاطا والله غير بزاف بنينه مقطنه خفيفه ما عندي ما نقول لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا واللي وصلت لهنا ما تنساش دير لنا جيم وابون.